بعد ما خلصت الفطار جالنا عزومه، دقت على الباب مش عارفه اعمل ايه، ما عنديش كنافه، ما عنديش جلاش. هو المنقذ السريع الرز بلبن، هخليكي استاذه فيه بمكونات بسيطه من بيتك، سهل جدا وسريع وحلو وكل الناس بتحبه. طيب عشان تعملي رز بلبن، انت مثلا هتعملي نص كيلو رز بلبن عشان الناس جايه، فهتعملي ايه؟ هنجيب عباره اول حاجه نحطها، في ناس بتحط بلبن، انا هبقى احلى رز بلبن يتعمل ايه؟ يسلق في ميه. حطي كده عباره عن، ادي كوبايه، 2، 3، 4، 5 مجات لكل نص كيلو لبن يتسلق فيه الرز. تمام. هاخد النص كيلو دوت ميه او الخمس كوبايات ميه، احطهم في حله المونيا عشان الرز بلبن يطلع حلو، لازم تحطي في حله المونيا. تاني حاجه هاخد المج الحلو ده، وبعدين هاخد بقى عباره عن، افضي كده في نفس البوله، احط عباره عن كوبايتين او مجين رز. بص الرز حتى ده رز المكسر ده، احط كام؟ كوبايتين او مجين رز. شوف، اخد كده افضي كده. تمام. اوزن كوبايتين او نص كيلو، ما عندكيش ميزان اعملي زي ما قلت لك كده. ادي مج، 2 مجين حلوين قوي. انا زودت شويه، هما المفروض مجين ممسوحين. كده خلصت. ابتدي بقى ايه؟ حطي الرز. هل اغسل الرز لو انت ضامنه مكانه او هو بيستعمل دايما عند الراجل، انا ما بغسلوش. عايزه يبقى رز بلبن 100 100، ما تغسليش الرز. هاتي نوع نضيف وايه، وما تغسلوش. بس انا ده دايما بيتاخد من عند الراجل اللي بستعمله دوت، فانا ما بغسلهوش. النشا بتاع الرز احسن من النشا اللي هتحطي عليه. فانا احط كده مجين كبار رز ماشي على الميه، وروح مولعه عليه. تمام كده. يبقى حطينا 5 مجات رز، 5 مجات ميه للمجين، 5 مجات ميه لمجين رز. طيب فتره الحاجه اللي هنعملها بعد كده سهله جدا. هتسلقي الرز ده، ولو عايز، لان الرز بيختلف من مكان، لو عايز ميه بتزودي ميه سنه بسنه لغايه ما يتهري خالص، تمسكي الرزايه وانا هوريكي الطريقه ازاي. طيب بعد كده هنكون محضرين. انا جايبه لبن بخيره، احسن يكون لبن مغلي عندك، لان اللبن اللي هو البخير ده حلو جدا، بيبقى طعم، لان بيبقى فيه لبن ايه، بيبقى فيه لبن نيدو او لبن بودره، بيدي طعم حلو للمعجنات وكمان للحلويات. انا جايبه كيسين لايه، لكل نص كيلو رز ماشي. ده نص كيلو. هحط بقى، اقول لكم هتحط ايه، نشا ونحط فانيليا والحاجات، هي دي سهله جدا، بس بعد ما نسلق الرز. هنا الرز ابتدى بصوا يشرب الميه اهو، مفيش مسافه، الرز قد الميه بالظبط. شفتوا البابلز الفقاعات دي؟ بتبتدي بقى ايه، تشوفي الرز كده بمجرد النظر بتشوفيه اللي هو لسه ناشف. تمام. احنا كده حطينا مجين رز على 5 مجات ميه. شفتوا بقى النشا اللي بيتكون ده؟ احلى 100 مره بالنشا اللي انتوا ايه بتحطيه بيه، بس احنا برضه هنحط نشا. كده خلاص شرب، ما احطش ميه كتير، احط مج بمج كده. احط مج واحد كده واقلب واغطي. ما توطيش على الرز، علي على الرز على قد ما تقدري. حلو، بينشي اكتر. لو وطيتي على الرز مش بينشي، بيشرب الميه ويديلك رز صحيح. تمام. انا قلبت كده، ويا ريت قلنا الرز بلبن نعمله في حله الومنيوم مش ستانلس. تمام. هنسيبه يغلي مع بعض كده لغايه برده ما يمتص شويه الميه، نحط مج. يبقى كده حطينا 6 مجات ميه لمجين رز. بصوا، اللهم بارك اللهم بارك، النشا باين جدا، وده اللي يهمني، هو ده سر نجاح الرز. بصوا بس عشان الدخان، هي كده امتصت كل السوائل برضو. بصوا يا جماعه، وانا مولعه العين على الاخر. احط كده مج ميه برضو، مج ميه يعني. بصوا هو كده قرب يتسلق، احط مج ميه واقلب. سامعين ان هو معناته ان شرب كله، واقلب. انت بتكوني الماده الرطبه، حتى لو ما عندكيش نشا ده يكفي جدا. هتعلي بس كل شويه تقلبي بس. كده خد منا ولا 7 مجات رز ميه. احط كده ادي مج 2. واضح ان هو عايز رز ميه جامده. كده خلصنا وايه، وهقفل عليه. دي المرحله الاخيره لانه دخل في التسويه. شفتوا؟ تحس ان هي مش ميه، تحس ان هي ميه بنشا. هقفل برده عليه.
كده وصلنا كده. بصوا تحس ان الرز لسه محطناش لبن ولا اي حاجه، اللهم بارك. بصوا نشا، لكن لو هتوطي عليه هيديكي رز مسلوق من غير النشا ده. بصوا تمام وحلو جدا. لو وصلتي لغايه النقطه دي حطي اللايك دعما وتشجيعا منك. خلاص بعد كده دي عليه هنحط طبعا ايه الكيلو اللبن. هتحطي كده كيلو اللبن كده، الكميه اللي انت هتحطيها. تمام. طبعا ما تخليش حاجه خالص. هنجيب الكيس التاني، الكيس التاني اهو. حركه حلوه وسهله وتعمليها من غير ما يتحرق يتلسع السكر يشيط منك. حلو قوي ان انت تعمليها كلها في بوله وبره خارجيه. تمام ماشي. هناخد كام معلقه نشا. ناخد بقى النشا دي مع النشا بتاعه الرز. حلو قوي يا جماعه. انا هحط عباره عن 5 معالق، 2 3 4 5. تمام. وهقلب عشان ما اقعدش اقول اطلع واناسب، كله في بوله واحده. 5 معالق بس انا بحبه متماسك خالص. ولو عندك لبن بودره حطي، بس انا مزوده اللبن عندي. انا بحبه 5 حلو قوي، بس انا بحبه متماسك. وهزود ميه كمان. انا هزود ايه ميه كده 7 معالق للكيلو. جربيه وهتدعيه. تمام بالمنظر ده 7 معالق. طيب الخطوه الثانيه انا هحط مج سكر وهدوق. بصوا حطي كده مج سكر او 10 معالق. 1 2 3 4 وهدوق برضه. ماشي. حطي كده وهقلب. تقلبي براحتك، كله براحتك. حطي كمان مج ميه. حط مج ميه مع النشا عشان انا مزوده معلقتين زياده. 7 معالق نشا. حط مج ميه. تمام كده تمام جدا. قلب السكر كله. لو عايز بضطر بقى اخد نص كوبايه لبن تاني. انا حاطه في الاكياس لبن وبحط عليه مثلا ايه معلقه نشا او معلقه سكر. لو عايزه سكر زياده بتحطي، بس انا المج ده عاملاه مقياس يعني دي. او علبه السكر اللي عندي. تحطي 10 معالق مليانين سكر. عوزتي تاني حطي. ده الكيلو. عايزه اقل حطي. دي ب5 وزودي واحده واحده. دي بقى ايه شويه فانيليا كده سايبين عشان تبقى الريحه جميله وتفحم. الريحه يا جماعه تحفه تحفه. تمام. كل حاجتك كلها هنا في بوله. حلو جدا. هاخد دول كده على جنب. حلو جدا يا جماعه، سهل من غير ما تغلبي نفسك. هاخد البوله كده ايه واعلي في الوقت ده الايه كده. ما شاء الله اللهم بارك. حلو القوام. هتسيبيه يغلي شويه يا دوبك. النشا اللي انت حطيتيه مع نشا الرز هيبقى تحفه جدا. بصوا يا جماعه شكله ما شاء الله يتاكل قبل ما ايه ما يغلي الغلوتين بتوعه. حلو. ظبطي بقى السكر دلوقتي وظبطي النشا لو حاسه ان هو صايص منك. بمجرد ما انت سبتي شويه، انا سبت شويه في الكراتين بتاعه اللبن، زودي نشا. لو صايص زودي سكر. لو ايه لو عادم شويه او عايز سكر هسيبه الغلوتين ونقدم. في الوقت ده عندك حته قشطه، حته سمنه بلدي، كريمه لباني حطي هيبقى حلو. بصوا يا جماعه بمجرد الكشكشه شايفين. هوريكم بس عشان حطيت الكريمه ساحت مع الصينيه. بصوا هتكشكش دلوقتي وانا اوريها لكم. بصوا الكشكشه اللي على الجنب دي هتبدا بقى تجمد معاكي وتبقى هي غلوه والثانيه وهتطفى عليها. راعي كمان ان انت لما تيجي تغرفي الاطباق هتمسك. فاهميني؟ عايزه تخليها اتقل من كده اخف من كده اتحكمي في النشا الايه الخارجي مش نشا الرز. حلو جدا يا جماعه وغني وحلو جدا. في ناس بتحط معلقه سمنه بلدي حطي. انا انصحك بحته قشطه، حته كريمه لباني حلو جدا، كريم شانتيه، لبن بودره بيزيد الطعم وبيقويه وبيعززه. بصوا يا جماعه بصوا الكشكشه اللي على جنب دي
ولا اي حاجه، انا حاطه بس شويه قشطه. حلو جدا والله، هتدعوا لي. واهم حاجه ما تزوديش السكر، بس زودي قيمه اللبن اللي فيه، هيديكي طعم ولا اروع. كده بقى حلو جدا بالنسبه لي. ابتدي اقفل عشان هو لسه هيمسك، وابتدي بقى اغرف. بصوا 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 بصوا، شايفين ده يا جماعه؟ مش باين والله في الكاميرا، تحفه جدا. احط كده بس. هتحطي بقى، شوفي هتحطي، قولي بقى 20 او كسرولة او 30 كسرولة من دي. حلوه قوي يا جماعه، تحفه وحلو كمان في رمضان، وخفيف عن الايه الحلويات. اللهم بارك اللهم بارك. شايفين لسه سخن، وشايفين الدخان، يعني شوفوا الدخان لسه بيطلع. بصوا لسه سخن حلو والله. الطعم بقى هتدعوا لي عليه. اللهم بارك، حلو جدا جدا جدا. بسم الله. طعمه حلو جدا. طبعا انا حطيت المعلقه فيه عشان ده انا هاكله. طعمه غني جدا جدا جدا. طبعا عندك اطفال في العزومه او ناس جملك، حطي في مجات او كوبايات ازاز، ما تحطيش في كوبايات بلاستيك، لان هو لسه سخن. عايزه تسيبيه شويه سيبيه. يلا، لو عجبك الفيديو يا ريت تحطي لي لايك، ما اشتركتيش في القناه يا ريت تشتركي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.